طب حبيبتي شرطه ميه لا فراغ موجوده ولا ايه جنبي ايه؟ جنبك؟ وائل؟ عاش اسامي وائل. عندك مشكله يا وائل؟ اسمك الاولاني وائل بس يظهر في الفيديو؟ لا خالص خالص. حلو قوي. انا دلوقتي بسال كام واحد علاقته طيبه مع طليقته، فانت قلت انهي واحده فيهم، واخدين بقى بتاع ستات. انا متجوز ما بكملش. علاقتي طيبه باتنين منهم بس معلش نقرب المايك ونقفل صوت التلفزيون. علاقتي كويسه باتنين منهم بس التالتة لا. علاقتك طيبه باتنين منهم؟ لا استنى هقول لك، اول وتالت واحده تمام بس ثواني بس اللي في النص لا. عشان بس ربنا عرفوه بالعقل مش بالعافيه. وعادي لو كذبت بالمناسبه، يعني انا مش في السجل دي، انت ما قلتش والله لازم اقول الحق، فتمام. في اتنين منهم علاقتكم كويسه والتالتة لا. بالظبط. حلو. التالتة دي اللي هي تالتة واحده بالترتيب؟ لا ما هو ده انا بقول لك عليه بقى. اول واحده تمام، تاني واحده لا، تالت واحده شمال. ادخل شمال يعني ده. اول واحده، تالت واحده يمين، لا مؤاخذه مش قصدي اقسم بالله. يمين 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 يمين. انا اسف انا اسف. لا ماليش في الشمال الحمد لله. حلو قوي. اول واحده كانت تمام، علاقتكم طيبه؟ دلوقتي يعني علاقتنا تمام. اكيد، ما لازم في بقعه كده لازم تنزل الاول، بعدين لما تشيلها كده تبقى العلاقه لطيفه. صح. اول واحده بينكم اولاد؟ في بنتين. طبيعي. كويس ان انتوا عملتوا كده وعلاقتكم كويس. حلو قوي. تاني واحده في بنت برضه. ممكن نقرب المايك؟ تاني واحده في بنت. علاقتكم طيبه؟ لا زي الزفت. حلو قوي. والثالثه؟ الثالثه مفيش حاجه بس علاقتنا مفيش علاقه تقريبا، يعني عادي تمام. ولا وحش ولا حلو. هنشيلها في المونتاج. تمام. اه طيب انت دلوقتي حالا كام سنه الاول؟ انا 46. 46. اخر انفصال بقى له قد ايه؟ شهرين وشويه مثلا. اوكي. ده انت لسه باللخبطه بتاعت الطلاق دي. لا 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 خالص، ما انا فهمت اللي فيها بقى، فاهم. ولا في دماغي. مفيش اي لخبطه بالعكس. طب ايه السبب؟ ان طبعا اكيد المجتمع بينظر لك نظره ان انت راجل مذنب. لو انت شايف نظرات الستات دلوقتي اللي هو كده، اكيد اللي هو ما انت اتجوزت 3 مرات يبقى انت مخطئ اكيد بالنسبه لهم، مش بالنسبه لي. انا ما بيفرقش معايا الا القريبين مني بس، يعني فاهم ازاي؟ يعني عادي اللي يقول مش فارقه خالص. حلوه الشيكه يا شعن. طبعا. طب ايه سبب ايه المشكله اللي بتواجهك؟ هل هي مشكله متكرره بتسبب الطلاق؟ هي كانت بتتكرر يعني ان انا ما كنتش عارف نفسي كويس. ان انا ما كنتش عارف نفسي كويس. اوعى تقول يا وائل ان انت قصدك ان انت اللي فيك مشكله. انا بساعدك عشان البنات والله. بتطلع ربنا يكرمك. لا ما بلومش حد فيهم خالص. انا المسؤول عن اختياراتي وقراراتي وعن اخطائي وعن الكلام ده كله. فالفكره الواحد لازم يتعلم من اللي حصل في حياته، انت فاهم. بس في مجموعه من المخدوعات سقفوا لك دلوقتي. لا انا دلوقتي بقى الكلام ده جاب معاهم جدا. والله بيعترف بخطأه والله سكر. دلوقتي بقى انا عندي مشكله مختلفه خالص. معايا؟ لا مش معاك. الحمد لله انت حبيبي. حبيبي قول. مشكلتي مع حبيبتي ان انا عايز اتجوزها ومستعجل. ثواني. مش كده يا وائل. 2.5 شهر يا وائل. ده انت لو بتتكلم عن لا استغفر الله العظيم يا رب. 2 شهر يا وائل مطلقين ومفيش علاقه ومصمطه بلانك البتاع. حبيبتي مش مثلا زميلتي خطيبتي. يعني عارف انت لو متجوز دلوقتي كنت افهمها، اقول بس الراجل يعني فاهم هي راح. لكن حبيبتي ما انا عايز اتجوزها، هي بتقول انت عايز تتجوز يا وائل. مش عايز تتجوز، انت عايز تتجوز يا وائل. طب حبيبتي شرطه ميه لا فراغ موجوده ولا ايه جنبي ايه؟ جنبك؟ على فكره هي اللي قالت لي شارك، فانا شاركت بقى، فاهم ازاي؟ انا هتكلم كصديقكم الواقع، صديقكم اللي بقول لكم في وشكم بدل ما يغشوكم. احنا متفقين من الاول صح؟ اديني امانه يا ابن عم رد براحتي. عيش يا بوب. ممكن اكلم الجماعه؟
اللي قالت لك خش شارك، ما تجريش في الخناقه بقى، تعالى. لا لا انا ما كنتش عارفه ان هو هيقول كده خالص يعني. لا كنت الموضوع كبر. متوقعه تاريخه. هيكلمنا عن فوائد الاي بي اس في الفرامل. يا ريته عارف فوائد الاي بي اس في الفرامل. يعني متخيله ايه هذا الرجل المزواج اللي اكل عيشه وكل هذه العلاقات، ولكنه عنده من الشرف والامانه والنزاهه انه بيقول انا مسؤول عن اخطائي، وكانه يعني تاجر امين معلق قل هو الله احد في البتاع. فتمام، متوقع هذا التاريخ لما يتكلم معايا هيقول ايه؟ هيقول ايه والله؟ هيقول طبعا كل الذكريات الموبقات الجميله الحديده. انتوا علاقتكم بقى لها اكيد اقل من 2.5 شهر. 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 وبيقول عليك يا حبيبته خلي بالك. ما انا مش عارفه، انا بقول له استنى شويه، هو اللي مستعجل. استنى شويه لحد ما تحس مشاعرك انت. انت حبيتني بس ما تقولش اقعد اما نلم الخرا اللي وراك ده الاول. انت معانا ولا ايه؟ انت بتسمع الكونفرسيشنز اللي بتحصل ولا ايه؟ انا محتاج اطمن الاول ان احنا هنبني على نظافه باللي انت بقالكوا شهر. انتوا اتقابلتوا فين؟ ده بالظبط اللي انا بقوله له والله. والله انت باين عليكي اتعلمتي من اخطائه. بالظبط كده. معلش ممكن اكلمه؟ صحي لو نام بقى عشان مساء الخير. مساء الورد. ازيك يا وائل؟ ازيك يا حبيبي. انا عاجبني جدا ان انت قلت، لا بجد والله عاجبني جدا ان انت قلت عن اللي انت اتعلمته من اخطائك واللي انت اتعلمته من اختياراتك او قراراتك. ده حلو قوي. ايوه. مش هقول معجب قوي بسرعه عودتك الى الملاعب، لان انا بتعامل مع الطلاق انه رباط صليبي بياخد على الاقل 6 شهور وبعدين نبدا علاج طبيعي. نبدا نمشي كده نشوف في الافراح واحده محجبه مش محجبه، نشوف زميلتنا في الشغل كده نفهم بقى ايه الموضوع يعني. لا هي الجوازه كلها كانت 6 شهور انت فاهم. بغض يعني النظر انت اتقطفت يا اسطى. اخر واحده دي في اطفال يعني خد الملف على الواسع. لان انت دلوقتي عباره عن تريلا مش عربيه. لا ده هي اللي بتضحك جنبك دي. ايوه ما عارفه ان انا تريلا. اتفضل. في حاجات والله العظيم يا صديقتي، في حاجات مطمئنه جدا فيه وحاجات تبدو مقلقه، ولكن القلق كله لو اتعاملتي معاه بشكل مجتمعي مش بشكل انساني. اشتري من الراجل، شوفي ايه الحكايه، يمكن تبقى انت العوض من ربنا ليه ويبقى ساعتها يشيلك في عينيه، ويمكن يكون هو مشترك تركي زي ما خمنا في الاول. ما نقدرش نبالغ سمك في ميه، ولكن اتعاملي معاه انسانيا وشخصيا مش اجتماعيا، لان المطلقه او المطلق بيتم النظر اليهم بشكل مهين. وربنا يخليكم لبعض، ويمكن الامل في الصينيه دي. شكرا جدا يا وائل، ميرسي جدا، شكرا جزيلا.